بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفتنا وصفة جبارة، وصفة في منتهى الجمال، خفيفة وسهلة، وقبل الفطار ب10 دقايق هتعمليها. هنعمل العوامات أو الزلابية بطريقة بإذن الله سهلة وجميلة. الزلابية بالسكر، حاجة كده في منتهى الجمال. شايفة جميلة ازاي؟ هشة وفي منتهى الجمال، حلوة جدا جدا جدا. بإذن الله لما تجربيها مش هتعملي صنف تاني من الحلويات غيرها. دي من الحلويات بتاعة رمضان المشهورة، وخصوصا في الصعيد وفي الحتت ديت بيحبوها جدا في رمضان. في بول على جنب هنحط 4 كوبايات من الدقيق، وهنحط عليهم 2 معلقة كبار من الخميرة الفورية، وهنضيف كمان معلقة شاي صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة من الملح، ومعلقتين من السكر. هنقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض، وهنبقى مجهزين 4 مجات من المية الدافية. يبقى احنا هنعجنها بمية دافية عشان الخميرة بتاعتنا تنشط على طول. بالنسبة للمية هننزل بكوبايتين ونص لحد 3 كوبايات من المية، وبعد كده الكوباية الرابعة هخليها جنبي، لو احتجتها هضيفها، ما احتجتهاش خلاص. يبقى احنا هنا هنضيف المية حسب نوع الدقيق، مش هقدر ان انا اأيدك بمقدار معين من المية، لان الدقيق بيختلف زي ما اتفقنا قبل كده من مكان لآخر، ومن نوع دقيق للتاني كمان. ضفنا المية وهنبدأ نقلب فيها جامد جامد لحد ما نوصل للقوام الكريمي الناعم. والزلابية يا جماعة مش بتبقى سايلة، بيبقى العجينة بتاعتها فيها مطة كده. بصي زي ما هوريكي دلوقتي، هي لسه المفروض ان انا هضرب فيها لحد ما انعمها خالص. هي كده لسه فيها تخريزات من العجين لحد ما اوصلها بصي للقوام ده والنعومة دي. شايفة جميلة ازاي وكريمية ازاي؟ كده خلاص هي اتظبطت معايا، وضفت حوالي 3 كوبايات ونص من المية، وبتبقى بالقوام ده. شايفة كده؟ احنا هنغطيها وهنركنها على جنب لحد ما تختمر معانا. بسم الله ما شاء الله، ما خدتش معايا اكتر من ساعة. وفي طاسة غويطة هنحط فيها ازازة من الزيت. ما تقلقيش، الزيت بتاعها بيفضل نضيفه زي الفل، هي ما فيهاش بيض ولا فيها حاجة. الزيت بتاعها هترجعيه تاني في الازازة وهتستخدميه في اي وقت وفي اي حاجة انت عايزاها. بس تقليها في حاجة تكون عميقة كده، وكمية من الزيت حلوة. طبعا العجينة هننزل بقى الخمر بتاعها ده بالمعلقة كده او بايدينا، هنهبطها علشان الفقاقيع اللي فيها دي تروح. هنهبطها خالص، وهقولك بقى على طريقة في منتهى الجمال والنظافة، ولا هتحطي ايدك في العجين ولا هتتعبي نفسك ولا حاجة خالص. هنعمل كيس الحلواني بتاعنا اللي احنا معتادين عليه ان احنا مش بنغسله بعد ما بنخلص، بنرميه خالص وبنتخلص منه. الكيس اللي انا عودتكم عليه معايا في القناة، بحتفظ بالاكياس بتاعت المكرونة، ووقت ما بحب اعمل حاجة زي كده على طول على كيس المكرونة وبقطع منه، وفي الاخر خالص ولا بغسل ولا اي حاجة، بتخلص منه وخلاص كده. الزيت يكون سخن جدا. الزيت يا جماعة اللي بنعمل فيه الزلابية يكون سخن جدا لو انت عايزة زلابية مش اشكال فضائية. زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله، يعني هي طالعة زي ما انا عايزاها. حطيتيها كور، انا كبرتها شوية عشان تطلع بالشكل ده. انا كلتها عند سلفتي بالشكل ده وعجبتني كده. لما عجبتني حبيت الصراحة ان انا اعمل الوصفة معاكم ونجربها مع بعض وتدوقوها وتعرفوا هي بتتعمل ازاي. حلوة جدا، سهلة جدا، سريعة. يعني احنا في الشتاء وما خدتش معايا في التخمير بتاعها الساعة اللي انا بقولك عليها دي، يا دوب يعني على بال ما حضرت الفطار كانت هي جهزت.
وسبتها شوية كمان، يعني بسم الله ما شاء الله، كل ما الجو بيبقى دافي كل ما هي ما بتاخدش معاكي وقت. في الكيس زي ما انت شايفة كده، وهفتح فيه فتحة من تحت، وهنزل منها بالمقص، احط المقص في الزيت، وعلى طول اقص العجينة بالمقدار او الحجم اللي انا عايزاه. هتطلع معاكي حلوة جدا، بالطريقة وبالشكل اللي انت عايزاه، مش هتطلع الاشكال اللي ما بتعجبناش. زي ما قلت لك انا عايزاها حجمها كبير. لو عايزة تعمليها زي الزلابية اللي هي بالشربات اللي بنحط لها العسل والشربات دي، ممكن تعمليها أصغر من كده زي اللي أنا لسه قلباها دي، صغيرة خالص. بيقولوا عليها عوامات عشان زي ما انت شايفة كده بتبقى طالعة في الصينية اللي بتتعمل فيها أو في الطاسة، بتبقى عايمة على وش الزيت، ما بتنزلش خالص في الزيت. من جوه مفرغة وهشة وفي منتهى الجمال، والله تاكلي منها ما تشبعيش، حلوة جدا. كل ما تلاقي المقص هياخد من العجين كده تبدأي تنزليه في الزيت، وترجعي تحطيه تاني عشان ما يلزقش منك العجين في المقص، والشكل ما يطلعش حلو زي ما انت عايزة. لو تلاحظي اللي اتقصوا على شكل كور نازلين زي ما هما. ليه؟ لأن الزيت بتاعي سخن. الزلابية مش بلح الشام يا جماعة، بلح الشام بنقطعه في الطاسة قبل ما نحطها على النار، لكن الزلابية لازم الزيت يبقى سخن مولع. بعد ما بتطلع بقى على طول بالسكر البودرة وترشيها، وبألف هنا وشفا تاكليها، وإن شاء الله هتدعيلي، وبإذن الله هتعجبك الوصفة. أنا ما كنتش بعملها ولا كنت أعرفها، بس سلفتي بقى ربنا يراضيها ويكرمها يا رب، قالت لي عليها وحبيت أجربها لأنها عجبتني جدا. هتاكليها وهتعجبك جدا جدا. لو جربتيها قوليلي في الكومنتات ايه رأيك، وما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الإشعارات، بإذن الله يوصل لك كل جديد. بس خلاص، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.